عشان السينما يعني مش معقول. عندك حق. بس جوز حضرتك موافق؟ لا أنا مش متجوزة لسه حالا. امال مين اللي؟ أنا ما كنتش أعرف إنك هواف قوي كده. جريمة قتل غامضة راحت ضحيتها ممثلة شهيرة وجدت غارقة في دمائها بعد حفل كبير بمنزلها. تحاول جهات التحقيق التوصل للقاتل بعدما اتسعت دائرة الشك في عدد كبير من الأشخاص اللي كانوا في الحفل، وكان عليهم توضيح أماكن تواجدهم وقت وقوع الجريمة، وإلا توجه لهم النيابة تهمة القتل. فكانت المفاجأة إنهم أبرياء من قتلها، لكنهم لا يقلون إجراما عن القاتل الفعلي. فيلم المذنبون أنتج عام 1975. أبلغ أحمد صابر حسين فهمي المباحث عن مقتل خطيبته الممثلة سناء كامل سهير رمزي بعد استغاثتها به تليفونيا. واكتشف رئيس المباحث حسين صديق عمر الحريري ومساعده كمال سعيد عبد الغني مصرع الممثلة بغرفة نومها بطعنات سكين فاكهة في جنبها وأماكن حساسة من جسدها أثناء حفل كانت تقيمه في منزلها. وقد اتهم الخطيب خادمتها صباح ليلى فهمي بقتلها، ولم تحصل المباحث على دليل إدانة للخادمة. سناء كامل ممثلة منحرفة تعتمد على الإثارة الجنسية وتعتمد على جسدها في تيسير كافة مصالحها، فكانت متعددة العلاقات الجنسية سواء لإشباع رغبتها الماشوفيتية أو تيسير مصالحها مع مسؤول الدولة أو المنتجين لأفلامها. فقد كانت تبني العمارات وتبيع شققها وتدير شبكة دعارة مستغلة فيها الطالبات الجامعيات المحتجات. وعثرت المباحث على أمر الموردي أسامة عباس المصور الفوتوغرافي اللي صور الحفلة ومعه الصور اللي التقطها للحضور. وعن طريق المدعوين في الصور بدأ رئيس المباحث باستدعائهم للتحقيق معهم أين كانوا لحظة وقوع الجريمة، ولكن الجميع أثبت وجوده في مكان آخر مرتكبا عملا غير قانوني يستدعي القبض عليه واحتجازه. وبدأ بناظر المدرسة أليف البحراوي عماد حمدي اللي زاروا بمنزله ليكتشف أن لديه 8 من الأولاد، وأخبره أنه تعرف على الممثلة سناء عندما جاءته بالمدرسة ليستثنى ابن خادمتها صباح من شرط المجموع. فلما رفض اتصل به مدير المنطقة وأمره بقبول أوراق الولد. ولكي تطيب سناء خاطره دعته لتقديم دروس خصوصية للولد بمنزلها. وبأحد المرات تصادف إقامة الحفلة اللي بتقيمه سناء، فجلس أليف يشرب الخمر ويدخن الحشيش وقابل زميله السابق مدرس اللغة العربية سامي وحيد سيف واللي سافر للخليج إعارة عاما واحدا، ولكن أحواله المادية تحسنت بدرجة تفوق سنة الإعارة. وحرضه سامي على تسريب الامتحانات فوافق أليف بسبب سوء أحواله المادية. فلديه 8 من الأبناء وزوجته علية نعيمة الصغير لا تعمل. فهمي القليوبي توفيق الدقن مدير الجمعية التعاونية بيشترك مع موظف الجمعية بيومي أحمد نبيل في بيع السلع المدعومة بالسوق السوداء، وبيمد أصحاب الحظوة والسطوة بكافة أنواع السلع وبيقوم بتوصيلها لمنزلهم. ومنهم الممثلة سناء كامل اللي بيمدها بالسجاير الأجنبية وبالفراخ اللي بتستخدمها في إقامة موائد حفلتها. وكانت مهمته في الحفل لف سجاير المخدرات وتقديمها للحضور. واعترف انه بعد الحفل اكمل سهرته مع الشيخ مسعود ابراهيم عبد الرازق، وبعد حلقة الذكر صحبه لغرفة التدخين الحشيش
ولكن ثبت انه ترك الغرزة مبكرا، فاعترف انه قابل تاجر الفراخ عباس ابراهيم أدري وباع له محتويات سيارة الجمعية اللي بتحمل الفراخ قبل وصولها للجمعية. إبراهيم المغربي نبيل بدر المنتج اللبناني بيتعاون مع الممثلة سناء بإنتاج أفلام مسفة لها، وفي مقابل ما يقدمه لها من هدايا بيتمتع بفتيات شبكتها للدعارة، ومنهم الطالبة أمينة نجيب حياة أنديل اللي تعرفت على الممثلة عن طريق زميلاتها المنحرفات ببيت الطالبات. ونظرا لأن أمينة تعاني الفقر بسبب الحالة المادية الصعبة لوالدها عبد الوارث عصر اللي بيعاني من كثرة أولاده، فقد قبلت أمينة هدية الممثلة من ملابس ونقود، وبذلك انضمت للشبكة. وفي وقت ارتكاب الجريمة كانت أمينة في أحضان المنتج إبراهيم المغربي، ويكتشف رئيس المباحث أن المنتج يهرب الذهب بداخل لحوم البسطرمة، فقبض عليه حافظ عبد الهادي صلاح ذو الفقار مدير الشركة الوطنية لمواد البناء اللي تعرفت عليه سناء من أجل أذونات صرف مواد البناء المختلفة المدعمة لتبني العمارات وتبيع شققها، وذلك مقابل رشاوى جنسية بتقدمها له الممثلة، بالإضافة لعدد من الشقق في العمارات اللي بتبنيها. وعندما حملت الممثلة سناء كامل سفاحا اضطرت لاستشارة حافظ عن طبيب بيجهضها، فرشح لها صديقه تحسين يوسف شعبان اللي أجهضها مقابل النوم معاها كلما أراد. واستغل حافظ هذه العلاقة وأبلغ منى زبيدة ثروت زوجة تحسين بخيانة زوجها لها، وبالغ في تطيب خاطرها حتى تمكن من استدراجها لحجرة نومها ونام معها. واعترف تحسين بإجراء عمليات إجهاض فتم القبض عليه. واعترف حافظ بجريمة الزنا مع زوجة صديقه، فقام رئيس المباحث بإبلاغ تحسين، فربما يريد رفع قضية زنا على زوجته منى. وقد استقبل تحسين صديقه حافظ عند وصوله لحجز القسم بعلقة طرقت أثرها على راسه. أما ممدوح فريد عادل أدهم العاطل اللي كان على علاقة جنسية بالممثلة فقد علم أنها ماسوسيتية، فكان يلبي نداء جسدها بإيلامها وتعذيبها بالاعتداء عليها بالضرب لتتمتع جنسيا، وكانت تمنحه 100 جنيه في كل لقاء بينهم. وقام رئيس المباحث بتوجيه اتهام قتل الممثلة لممدوح اللي اضطر للاعتراف بأنه في وقت وقوع الجريمة قام بسرقة خزنة شركة التأمين بمساعدة زميله اللص إبراهيم خان، وبالاتفاق سرا مع مدير فرع الشركة. وشاهدت سناء كامل في أحد مواقع التصوير الشاب الخجول أحمد صابر واللي أثار فضولها لحساسيته، فأرادت أن تجرب هذا النوع الجديد عليها، فأقامت معه علاقة جنسية. وعندما علمت أنه ابن باشا سابق ممن استولت الثورة على معظم ثروتهم وأن أحمد يقيم في قصر فخم تركوا له والده، وقدم لها عقد ثمين ورثوا عن والدته الست شاهيناز هانم الدرملي. ولاحظ رئيس المباحث أن صور ممثلة قبل مصرعها بيظهر في عنقها عقد ثمين لم يحصل عليه عندما حصر مقتضيات القتيلة، فسأل أحد خبراء المجوهرات أدمون تويما اللي أخبره بأنه بيخص شاهيناز الدرملي وأبلغه بعنوانها، ليكتشف رئيس المباحث أن المذكورة والدة خطيب القتيلة اللي أنكر معرفته بالعقد، ولكن بتفتيش القصر تم العثور على العقد، فاضطر أحمد صابر للاعتراف بقتل سناء كامل. فقد ضبط مسؤول الدولة الكبير كمال الشناوي خارج من حجرة نومها بعد أن قضى متعته منها، فدخل عليها أحمد وهي عارية على سريرها وطعنها بسكين الفاكهة في جنبها وبأماكن حساسة بجسدها، ثم طلب من تليفونها رقم تليفون قصره وترك السماعة بجوار القتيلة معلقة، ثم غادر الحفل مع بعض أصدقائه
ووصلوا للقصر ليجد تليفونه بيرن ويرد معلنا على إسماع أصدقائه أن المتصلة سناء كامل، وأنها تستغيث بأن أحدهم يحاول قتلها، فأسرع إليها ومعه أصدقائه شهود أثناء اكتشاف مصرعها. فيلم المذنبون أنتج عام 1975، وهو من بطولة سهير رمزي وحسين فهمي وصلاح ذو الفقار وزبيدة ثروت وعمر الحريري وعادل أدهم. الفيلم قصة ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق.